ستدرك بعد قليل لماذا تقرأ هذا الآن بالضبط. خذ أولا نفسا ببطء، دع كتفيك يهبطان وخذ لحظة لنفسك. هذه الرسالة لا تضغط عليك، لقد وجدتك في اللحظة التي كانت فيها قلبك مستعدا لسماعها. نعم، كلاكما يفتقد الآخر، والألم الذي تشعر به الآن في صدرك ليس صدفة ولا خيالة، وليس أبدا علامة ضعف، إنها صلة بلا تواصل، محبة لا يسمح لها أن تعبر عن نفسها. قلبان يتحدثان بصمت. الألم الذي تشعر به ليس وحدة، بل اعتراف. ما تشعر به ليس مجرد شوق لشخص ما، إنه أعمق. الوحدة تبدو فارغة، أما هذا الألم فهو ممتلئ، ممتلئ بكلمات غير منطوقة، ممتلئ بذكريات ما زالت حية، ممتلئ بلحظات تعود فجأة تماما لما لا تتوقعها. لو كان مجرد عادة لتلاشى الشعور مع الوقت، ولو كان مجرد تعلق لمحته الملهيات، لكن هذا الألم ليعود حتى لما تكون مشغولة، لما تبتسم، لما تقنع نفسك إنك بخير، لأن جزءا من قلبك بيتعرف على جزء من قلبها، وهذا التعرف لم يختفي فقط لأن المسافة موجودة. تشعر به في اللحظات الهادئة، وليس ذاك صدفة. انتبه، متى يكون الألم أقوى؟ في وقت متأخر من الليل، في الصباح الباكر، في لحظات السكون، حين يتوقف العقل عن الدفاع ويسمح للقلب أنه يتكلم بحرية. ربما تشعر بشدة في صدرك، موجة حزن بلا سبب واضح، ذكرى تظهر فجأة رغم أنها لا تنتمي إلى اللحظة، وتسأل نفسك: لماذا الآن؟ لأن الصمت هو المساحة التي تنتقل فيها الروابط بسهولة أكبر. قلبك يتناغم مع شيء تشعر به هي أيضا: حزن، شوق، ندم، حب، وأحيانا كل ذلك معا. هناك شيء لا يخبرك به الكثيرون. يمكن لشخصين أن يشتاقا لبعضهما بعمق، ومع ذلك يبقيا منفصلين. ليس لأن الحب ليس قويا بما يكفي، بل لأن الخوف أعلى صوتا. الخوف من الرفض، الخوف من تكرار ألم قديم، الخوف من إظهار الضعف، الخوف من أن ترى مرة أخرى. فيبقيا كلاهما صامتين، يتصرفان كما لو أنهما قويان، يدعيان أنهما تجاوزا الأمر، بينما هما في داخلهما ما زالا مجروحين. لذلك يبدو هذا الألم ثقيلا، إنه لا يخصك وحدك. أنت تحمل شعورا مشتركا بمفردك. الروابط العاطفية الحقيقية لا تختفي ببساطة، إنها تبقى، تردد صداها، تنتظر، خصوصا عندما لا يكون هناك إغلاق، عندما تبقى الكلمات غير منطوقة، عندما لا تنهى المحبة بل تعلق فقط. قلبك لم يحصل على فرصة لإنهاء القصة، لذا يعيد قراءة الفصل نفسه مرارا على أمل إن يجد نهاية. هذا ليس ضعفا، إنها حقيقة غير مكتملة، وهي أيضا تشعر بالفقد، ولكن بطريقة مختلفة. بعض الناس يحزنون بصمت، بعضهم يلهون أنفسهم، بعضهم يدفنون مشاعرهم تحت الكبرياء أو الانشغال. لكن الألم لا يختفي فقط لأن أحدهم يخفيه بشكل أفضل. إنها تفكر فيك في لحظات قصيرة، في أماكن مألوفة، في مواقف كان من المفترض أن تكون فيها سعيدة ولكنها ليست كذلك. ثم تسأل السؤال نفسه الذي تسأله أنت: لماذا مازال يؤلم؟ القلب يتذكر ما يحاول العقل نسيانه. يمكنك أن تقول لنفسك: انتهى، كان يجب أن أتجاوز هذا منذ زمن، لا أريد أن أشعر بهذا بعد الآن. لكن القلب لا يتبع جدولا زمنيا. يتذكر كيف شعرت بالأمان، كيف شعرت بأنك مرئي، كيف كانت تلك العلاقة حقيقية. وعندما يكون شيئا ما حقيقيا، يرفض القلب أنه يتصرف وكأنه لم يحدث. هذا الألم هو أيضا ألم حياة ممكنة. أنت لا تفتقد الشخص فقط، بل أيضا النسخة منك التي كنت معها، والمستقبل الذي رآه قلبك للحظة قصيرة. المستقبلات غير المعيشة تؤلم بشكل مختلف، فهي لا تتكون من ذكريات بل من احتمالات، والاحتمالات تشبه الفقد دون دليل،
لذلك تؤلم بصمت ولكن بعمق شديد. لهذا يعيد لك الكون صورتها مرارا وتكرارا. عندما يظهر شخص ما في داخلك باستمرار، فعادة لأن شيئا لم يحسن بعد، لأن كلي القلبين ما زالا يعالجان الفراق، لأنك يجب أن تشفى لا أن تركض خلفها، لأن درسا ما لم يكتمل بعد. هذا ليس عقابا، إنه إعداد. أنت تتعلم القوة، القيمة الذاتية، الصبر والوضوح. أحيانا ما يعود الحب مباشرة، أحيانا يغيرك أولا. الألم يطلب منك أن تعل حيئا واحدة، أن تستمع، مش لخوفك ولا للحنين ولا للأمل أو اليأس، بل للحقيقة. اسأل نفسك بلطف: ماذا أيقظت هذه العلاقة داخلي؟ ماذا علمتني عن احتياجاتي؟ أي أجزاء مني وجدتها من جديد؟ الألم ليس هنا ليحطمك، بل ليصقلك. إن كنت تتساءل إن كانت لا تزال تشعر بك، نعم، تشعر، ليس دائما بوعي وليس دائما بشكل مريح. أحيانا يظهر ذلك كقلق داخلي، أحيانا كندم، أحيانا كثقل لا تعرف كيف تفسره. مجرد إنها لا تتواصل معك لا يعني إن الرابط قد اختفى، بل يعني إنها تخوض معركة داخل نفسها. والآن هذه الرسالة لك: أنت لست مكسورا لأنك تفتقدها، لست ضعيفا لأنك تشعر بالألم، لست سذجا لأنك تحب بعمق. أنت إنسان، وقلبك يقول الحقيقة. ومهما سيحدث بعد ذلك، لقاء جديد أو تخل، فإن هذه التجربة ستخليك أكثر وعيا، أكثر هدوءا، وأقوى في الحب. لا تسرع شفائك، لا تخجل من مشاعرك، لا تسقط قلبك، لأنك يوما ما، سواء معها أو مع شخص آخر، حتتعرف على هذا العمق مرة أخرى. وعندها حتفهم: هذا الألم لم يأتي ليكسرك، بل جاء ليهيئك. تنفس مرة أخرى ببطء، دع قلبك يهدأ قليلا. أنت لست وحدك في هذا الشعور، ولم تكن كذلك أبدا. إذا أعجبك هذا الفيديو، لا تنسي الإعجاب والمشاركة والاشتراك في قناتنا. شكرا لدعمك.